في قلب مدينة عطبرة السودانية، مدينة القطارات والسكك الحديد، كان يعيش رجل بسيط يعمل في السكة الحديد. حياته كانت هادئة، يملأها دفء أسرة صغيرة وزوجة صابرة، وأطفال هم كل عالمه، وأقربهم إلى قلبه كان طفله الصغير الذي لم يتجاوز 4 من عمره. في صباح يوم لم يكن كغيره، جاء القرار الذي غير كل شيء، قرار بنقله إلى العاصمة الخرطوم. لم يكن أمامه خيار سوى القبول، فالوظيفة لها شروطها القاسية، والحياة لا تعترف دائما بمشاعرنا. حزم أمتعته وقلبه يعتصره الألم، تاركا خلفه ذكرياته وجدران بيته التي شهدت أجمل أيامه. وصل إلى الخرطوم، وهناك وفرت له إدارة السكة الحديد سكنا في حي قديم، بيوت عتيقة بنيت في زمن الإنجليز، جدرانها سميكة تحتفظ بأسرار الماضي، وأبوابها الخشبية تصدر صريرا حزينا كلما فتحت. منذ الليلة الأولى شعر بأن هذا البيت ليس مجرد جدران صامتة، كان هناك شيء ما في الهواء، شعور بالثقل وصمت غريب غير مألوف. كانت الظلال تتراقص في زوايا عينيه ثم تختفي بسرعة، لكنه كان يطرد هذه الأفكار ويقول لنفسه: هذا مجرد إرهاق السفر وتعب الغربة. لكن ما لم يكن يعرفه هو أن الغربة لم تكن وحدها تسكن ذلك البيت. في عصر أحد الأيام جاءه ابنه الصغير وهو يبكي بكاء مريرا. لم يكن بكاء خوف أو دلال، بل كان بكاء ألم حقيقي. احتضنه والده بقلق، وبدأ يتفحص جسده الصغير، يديه، قدميه، لكنه لم يجد أي أثر لجرح أو كدمة. بعد فترة هدأ الطفل فجأة وعاد للعب وكأن شيئا لم يكن. وفي اليوم التالي وفي نفس التوقيت بالضبط تكرر المشهد. عاد الطفل ليبكي بنفس الحرقة والألم. يوما بعد يوم كان البكاء يتكرر في نفس الموعد. أخذه الرجل إلى الأطباء، زار الاختصاصيين وسأل كل من يعرف، لكن الإجابة كانت واحدة دائما: ابنك سليم تماما، لا يعاني من أي شيء. كان الطفل سليما، لكن البيت لم يكن كذلك. مرت الأسابيع وبدأت الأمور تزداد غرابة. أصوات خافتة في منتصف الليل، خطوات أقدام في الممر الخالي، وشعور دائم ومزعج بأن هناك عيونا تراقبه في كل حركة وسكنة. كان كلما شعر بالخوف يستعيذ بالله، فتهدأ الأصوات وتختفي الظلال، وكأنها تتراجع خطوة إلى الوراء احتراما لكلام الله. ظل الحال هكذا إلى أن جاء ذلك الصباح الذي لن ينساه. استيقظ من نومه ومد يده كعادته تحت الوسادة، فتجمد جسده في مكانه. لقد لمست يده شيئا لم يكن موجودا حين نام. كانت ورقة مطوية بعناية، فتحها بيدين ترتجفان ليجد عليها كتابة ركيكة، كأن من كتبها لا يجيد استخدام القلم جيدا. الرسالة كانت قصيرة ومباشرة: يا أخينا، كرهتنا البيت، أطلع من البيت. في تلك اللحظة عرف كل شيء، لم يحتج إلى تفسير أو سؤال. أدرك فورا أن هذه الرسالة ليست من عالم الإنس. جلس صامتا لوقت طويل يفكر في مصيره ومصير عائلته، ثم أمسك بقلم وبخط ثابت يملأه التحدي كتب رده على ورقة أخرى: لا أستطيع الخروج مهما فعلتم، ليس لي مكان آخر أذهب إليه، وأنا باق هنا. وضع الرسالة تحت الوسادة وحاول أن ينام. وفي صباح اليوم التالي مد يده تحت الوسادة مرة أخرى، فوجد رسالة جديدة كانت تقول: إن رجعت إلى مكانك السابق في عطبرة، هل تذهب؟ لم يتردد الرجل لحظة واحدة، أمسك بالقلم وكتب كلمة واحدة فقط: نعم. مرت أيام قليلة، وبينما كان في عمله جاءه بريد رسمي من الإدارة العامة للسكك الحديد. فتح الرسالة بقلب يخفق ليجد ما لم يكن يتوقعه أبدا. لقد تمت الموافقة على طلب نقله وعودته إلى عطبرة. لم يصدق عينيه، طار من الفرح وأسرع إلى البيت ليخبر زوجته التي كادت تبكي من السعادة. ضحك الأطفال فرحا بعودتهم إلى مدينتهم التي يحبونها. أما البيت فكان صامتا تماما. جاء يوم الرحيل. بينما كان الرجل يحمل آخر حقائبه، شعر بشيء يدفعه لأن يمد يده تحت الوسادة للمرة الأخيرة، وبالفعل وجد ورقة أخرى كانت الرسالة الأخيرة. قرأها وتمنى في تلك اللحظة لو أنه لم يفعل. كان مكتوبا فيها: نشكر لك تفهمك، أما بخصوص ابنك الذي كان يبكي كل عصر فنحن نعتذر منك. في أحد الأيام كان يلعب عند المزيرة في الحوش الخلفي، فجاءته ابنتنا الصغيرة وقدمت له قطعة حلوى، لكنه ضرب يدها وأسقط الحلوى وجرحها في يدها. ونحن إن جرحنا لا تندمل جراحنا بسرعة، فقررنا معاقبته بأن نضرب يده كل يوم في نفس الوقت إلى أن تشفى يد ابنتنا.
سقطت الورقة من يده. نظر إلى ابنه الصغير الذي كان يلعب أمامه بسعادة وهدوء، ولم يفهم سر نظرة والده المصدومة. غادر الرجل البيت، غادر الخرطوم كلها، وعاد إلى عطبرة. لكن منذ ذلك اليوم لم يعد يسمح لأي طفل من أطفاله بالاقتراب من أي مزيرة ماء. لقد تعلم الدرس بطريقة قاسية، وأدرك أن هناك عوالم أخرى تعيش معنا ولها قوانينها الخاصة. شكرا لمتابعتكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.